السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. لا فيديو تاع اليوم جبت لكم فيها وصفه تحبوها كامل صغار وكبار، اللي هي كسره محشيه. حضرتها معكم على طريقه زمان بالسميد 100% بحشو بزاف زاكي وبنين، وكريمه خفيفه زادتها بنه على بنه. هاد الكسره تجي خفيفه وطريه من داخل ومن برا مقرمشه. تابعوا معايا لا فيديو، خليكم معايا باش نوريكم كل الخطوات. نمر مباشره لمشاهده طريقه التحضير. نجيب جفنة نحط فيها 4 كيسان من السميد الرطب، السميد الرقيق كامل اللي تعجنوا به الكسرة. حطيت 4 كيسان. قياس الكاس المستعمل هو كاس 240 مليلتر. حاولوا هنا السميد تستعملوا الرطب، لانه اذا استعملتوا المتوسط الكسرة تاعكم راح تجي خشينة وما تجيش مليحة. نحط عليها ملعقة صغيرة من السكر، الملح كيما تعجنوا الكسرة، يعني كمية لا بأس بها باه ما تجيكمش الكسرة تاعكم مسوسة وصامتة. حطيت أقل من ربع ملعقة كبيرة من الملح. نضيف عليها ملعقة صغيرة أيضا من الخميرة الفورية، خميرة الخبز. نحرك كامل هذه المكونات الجافة مع بعضهم. بنفس قياس الكاس المستعمل نجيب نص كاس زيت نفرغه مباشرة، ونبدأ نبسس في العجينة بيديا كما نبسو عجينة المقروط أو القلبلوس حوالي دقيقة. بعد ما بسست العجينه مليح راح نبدا نضيف الماء دات لي هاد الكميه تاع سميد كاس وربع من الماء الدافئ، اكيد لانه استعملنا خميره فوريه. راح تدي معكم من كاس وربع حتى الكاس ونص، تبقى حسب نوعيه السميد اللي استعملتوها. نحاول نضيف الماء غير بكميات قليله ونجمع العجينه بيديا. بعد ما نجمع العجينة بالماء نحطها في البلون دو ترافاي، ونبدا نقطع في العجينة بهذه الكيفية حتى تولي لي طرية وملسة. كي نحس بها باللي تبدل اللون تاعها ولات كيما نقولوا طرية، نبدا ندلك فيها حوالي دقيقتين. بعد ما ندلكها مليح نحطها في كيس بلاستيكي، نغطيها ونخليها بجهة ترتاح حوالي نصف ساعة. في الوقت اللي راهي تريح فيه العجينه نجيب مقله نحط فيها 3 ملاعق كبيره من الزيت، 2 حبيبات تاع البصل اللي يكونوا كبار كنت قطعتهم مربعات صغيره، 4 حبيبات نتاع الفلفل. استعملت الفلفل الحار. في هذه المرحله تقدروا الفلفل تحطوه مع البصل، ولا تحطوا غير البصل يذبل وحده والفلفل تشويوه بجهه اخرى. بعد كي طيب الحشو تاعكم تضيفوا داك الفلفل المشوي للبصل، راح يمد لها بنه بزاف هايله. نحط كامل الفلفل وكذلك البصل، ونحط معاه 4 سنينات تاع الثوم اللي يكونوا متوسطين في الحجم، نسكرفجهم نحطهم، نحركهم جيدا. نغطي هذه المقله ونحطها على نار متوسطه حتى يذبل البصل وكذلك الفلفل. هنا كنت نسيت الملح، ما ضفتوش من البداية لأنه الملح يساعد البصل والفلفل يذبلوا بالخف. رحت حطيت براس الملعقة الكبيرة شوية تاع الملح، كملت غطيتها وخليتها تذبل في غرضها. بعد ما ذبلت البصل والفلفل حسيت باللي اللون تاعهم تغير وبدا يدخلهم طياب. نحط لهم كمية مليحة من البولي اشي ونحاول نفتحه جيدا بالملعقة. نضيف عليه غير بالملعقة صغيرة القليل من الفلفل الأسود، وكذلك الملح بالنسبة للدجاج، لأنه من قبل حطينا الملح للبصل والفلفل. زدت شوية غير على جال البنة للدجاج. نحركه جيدا نغطيه ونخليه حتى يطيب ويتشرب من هذيك البنة تاع البصل والفلفل. بعد ما تقلى داك الدجاج مليح مع البصل والفلفل حسيته بدا يطيب، حطيت له زوج حبات تاع طماطم اللي يكونوا متوسطين في الحجم، سكرفشتهم وحطيت معاهم حوالي ربع ملعقه كبيره من الفلفل الاحمر الحار، هذا اختياري، انا حبيت الكسره المحشيه تجي حاره. حركتهم جيدا، نغطيهم ونخلي هذيك الطماطم حتى تطبخ وتطيب وتتقلى. بعد ذلك نطفي عليها.
نمر الآن إلى تحضير الكريمة اللي تخلي الكسرة تاعكم تجي مفرمجة وبزاف بنينة. نجيب كاسرولة نحط فيها كاس من الحليب، دائما قياس الكاس المستعمل هو كاس 240 مليلتر. نحط عليه ملعقة صغيرة من الفرينة، ملعقة صغيرة مملوءة جيدا من نشاء الذرة، القليل من الفلفل الأسود، كذلك القليل من الملح، وملعقة صغيرة مملوءة من المارغرين. قبل ما نحطها على النار نحركهم بارد في بارد، ونضيف لها القليل من الجبن، تحبوا جبن مبشور ولا جبن طري، نحركها جيدا ونحطها على النار مع التحريك المستمر حتى تحسوها باللي ثقال القوام تاعها وخثرت. نطفي عليها. هذه هي الكريمة اللي تحصلنا عليها، نفرخها في طبسي، نخليها تدفى بجهة في المطبخ، بعد ذلك ندخلها الثلاجة ونخليها تكمل تبرد. الحشو اللي تحصلنا عليه بعد ما طفيت عليه الطماطم هذيك تقلات وطبخت مع الدجاج، البصل والفلفل كذلك، جا بزاف زاكي وبنين. نتمنى تجربوه. نفرغه في طبسي ونخليه يبرد بجهة. بعد مرور نصف ساعة من الوقت كما راكم تشوفوا الشكل تاع العجينة زاد ولا بزاف طري واملس كما راهم موضح في الفيديو. نزيد ندلكها غير دقيقة، بعد ذلك نقسمها الى 6 كريات. نحاولوا نستعملت الميزان وزنت الكريات كامل بحجم واحد، حوالي 170 غرام للكرية الواحدة. طاحت لي هذيك هي خرجت لي 6 كريات. نغطيهم، بعد ذلك نبدأ نخدم. هذا هو الحشو بعد ما برد لي، فرغته في طبسي. الكريمة كذلك حطيتها في الثلاجة، بردت وزادت تماسكت أكثر فأكثر. وأيضا نحتاج إلى جبن مبشور. نبدأ نحل في العجينة في الوقت اللي غطيت الكريات الأخرين. نجيب الكرية الأولى، نستعمل الحلال وكذلك ورق طهي، ولكن ورق الطهي ماهوش ضروري لأنه هاد العجينة ما راهيش ملساء بزاف وطرية، يعني أصلا عجينة الكسرة تجي نوعا ما يابسة. يعني تقدروا تخدموا عادي بدون ورق طهي، ولكن ورق الطهي راح يساعدكم حتى الكريات كامل يجوكم متساويين ويجيكم شكل واحد وشكل جميل. نحل الكرية بسمك رقيق جدا، يعني حلوا قد ما تقدروا هكا باه تتحصلوا على كسرة محشية تجي تشهي وبزاف بنينة. نحط الحشو هكذا بهذه الطريقة، حوالي ملعقتين من الحشو اللي يكونوا كبار. نسوي الحشو جيدا بالملعقة، نحط عليه الكريمة اللي كنا حضرنا. هاد الكريمة يا البنات لازم تجربوها، تجيكم بزاف بنينة في الكسرة المحشية. ونحط كمية نتاع الجبن المبشور ونغلق باستعمال ورق الطهي. هذه المرحلة اللي قلت لكم مليح تستعملوا فيها ورق الطهي لأنه راح يساعدكم حتى العجينة تجيكم كامل متساوية. ندهن الأطراف، نستعمل بنسون ندهنهم بالماء. الماء راح يساعدنا إنه العجينة تاعنا كي تكون تطيب في الطاجين ما راهيش راح تفتح ويسيح الحشو، يعني راح تتسكر ضربة واحدة. ونزيد عليها بالفرشيطة بهذه الطريقة حتى تتسكر مليح. بالنسبة للطياب راح نطيبوها في مقلة اللي تكون ثقيلة ولا طاجين يكون ثقيل، ولكن من المستحسن تشعلوه مقبل بربع ساعة حتى يدي الحرارة المطلوبة. بعد ذلك نحط الكسرة مباشرة، نثقبها فقط شوية بالفرشيطة به ما تبوظش الكسرة تاعكم وتطيب مليحة. راح نطيبها غير على جهتين، يعني من الجهة الأولى ما نقلبهاش حتى نحسها باللي طابت. راكم تحركوا فيها كي تسمعوا الكسرة تاعكم كي تطيبوها كي تكونوا تحركوا فيها تحسوها باللي حرشة من تحت، اقلبوها معناتها راهي طابت. نزيد نطيبها من الجهة الثانية ونحمرها من الأطراف، نرفدها هكا ونزيد نحمرها مليح من هاد الجهة حتى تتحمر كامل. وها هي كسرتنا المحشية جاهزة، شوفوها كيفاه جات ما شاء الله. نتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم الوصفات الجديدة كل مرة. وإلى الفيديو القادم بإذن الله.